أعزائي عزيزاتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكم أيضا في هذا المقطع الجديد وفي هذه الإطلالة الجديدة، وأرجو أن تكونوا وأن تكون أيضا بكل خير. هذا المقطع هذا كما كتبت على صفحتي على الفيسبوك وكما هو ظاهر من العنوان، نهضر فيه ولا باختصار شديد على واحد دراسة جينية، واحد نتائج صادمة لدراسة جينية، وسطر معايا على هذيك الدراسة الجينية، على اعتبار أن أبناء الحركة الصهيو-أمازيغية دائما يتحدثون عن الجين، يتحدثون سير ديروا الجينات كذا، سير دير الفحص الجيني غتلقى راسك أمازيغي، لأن أي واحد في المغرب راه أمازيغي، لدرجة أن الشاف ديالهم ما بغاش يمشي يدير الفحص الجيني، لأنه عنده يقين على أن القراءة ديال التاريخ ممكن تعطيه يقين على أن كل المغاربة أمازيغ. ولكن نتائج هذه الدراسة كانت صادمة، وبالتالي دازت حسي مسي. كان ممكن أن تحدث واحد النقاش كبير داخل الأوساط الثقافية، خصوصا أنها دراسة جديدة في 2026، ولكن دازت حسي مسي. علاش؟ لأنها لا تخدم التوجه الصهيو-أمازيغي الذي يريد من الإنسان الأمازيغي أن يجد قرابة لدى اليهود، يعني أنه كما زكى ذلك بعض القراءات الاستشراقية التي كانت تقول، وتبعهم في ذلك عبد الخالق كلاب وغيره، أن اليهود الموجودين في المغرب ما هم إلا أمازيغ تهودوا، واعتمدوا على بعض التأويلات خصوصا فيما كتبه ابن خلدون، وخصوصا أن هذه الكاهنة دي هي كانت الآن مقدسة عند الحركة الصهيو-أمازيغية. وبالتالي هذاك الدراسة الاستشراقية كانت تتحدث على أن هذه الكاهنة في أكثر تقدير وتأويل على أنها يهودية، وبالتالي هذاك المقدس ديال الكاهنة كيخلي الأمازيغي دائما كان كيحس على أنه قريب جينيا من اليهود. ولكن هذه النتائج ديال هذه الدراسة صادمة، ولهذا ربما أن الذين اطلعوا عليها يعني خافوا من نتائجها، وبالتالي بزاف ديال اليهود داخل صفحاتهم كما اطلعت على ذلك داخل المجموعات ناقشوا هذه الأفكار وكذا وكذا، ولكن داخل الأوساط الثقافية المغربية حسي مسي، داز حسي مسي، رغم أنها صدرت في عز النقاش. يعني هذه الدراسة التي تقول بأن اليهود الموجودين في المغرب لهم أصول أبوية مشرقية. نشوف واش كتقول الدراسة. هذه الدراسة هذه تنشرات كما هو يظهر عندكم هنا في الرابط في واحد المجلة، يعني في 2026، دراسة حديثة جديدة، تقدر تكون في شهر 5، وصدرات في المجلة ديال الجينيولوجي، وكتركز على تحليل الأصول الجينية الذكورية. ركز معي على الذكورية، بمعنى التركيز على الكروموزوم أو الكروموسوم إكراك لليهود المغاربة من خلال فحص الADN ل 288 رجل من الأصول المغربية 100%. شنو هي الخلاصة العامة؟ الخلاصة العامة والنقاط الرئيسية أنها كتفند هذيك الأطروحة ديال تهويد الأمازيغ اللي كانت نتاج لواحد القراءة تاريخية في واحد المرحلة معينة، خصوصا عند الكاتب نعوم أو نحوم سلودز، واللي كان كيقول أو توصل واللي خداو منه هاد الأمازيغ هاد الفكرة هذه، وراه كتشرط ليها أنه اليهود الموجودين في المغرب هم نتاج ديال تهويد أو عملية تهويد أمازيغ، وبالتالي فاليهود أو الأمازيغ، اليهود الموجودين في المغرب أمازيغ عندهم علاقة بالمشرق. بينما الدراسة هذه العلمية تؤكد على أن الأصول الشرق أوسطية تقدر توصل 80%، يعني في الشرق الأوسط والأدنى، بينما نسبة السلالات الأمازيغية المحلية فقط كتوصل 4.5%. وملي كنهضروا على السلالات الأمازيغية ممكن كنهضروا على المناطق ديال انتشار الأمازيغ، واللي كيتعبر عليه مثلا مغاربيان ولا شمال إفريقيان، على اعتبار أن الأمازيغ ماشي عرق، وإنما هناك واحد نقدر نسميه واحد الهابل جروب أو الهابل جروب محلي كينتشر اللي هو OM 80،
بينما التأثير هذا هو الصادم، أن التأثير الإسباني والبرتغالي اللي كيتسمى الإيبيري 11%. وهذا ناتج كما تعلمون أو كما لا تعلمون للتزاوج الذي حصل بين المطرودين من الأندلس اللي كيتسموا الميغوراشين وبين اليهود القدامى في المغرب اللي كيتسموا توشابيم. هذا هو الخلاصة ديال هذه الدراسة هذه. ولكن ما كنهضروش كما باش نبقاو على واحد الموضوعية في العلم، أننا ما كنهضروش على، راه كنهضروا على الجانب، على الخط الأبوي، ما كنهضروش على الجينات كومبلي. مفهوم؟ يعني باش نكونوا واضحين، يعني ملي الدراسة كتقول أن حوالي 80% من الأفراد كينتموا لثلاث أبوي منتشرة في الشرق الأوسط، راه كتتكلم عن الخط الأبوي فقط، الكروموزوم أو الكروموسوم إيكغيك. مفهوم؟ كما أن الدراسة راها كتفرق ما بين عدد السلالات وبين عدد الأشخاص. ف 71 المتعلقة بالأبوية المؤسسة، بينما حوالي 80% هي النسبة المتعلقة بالأفراد اللي كيهزوا هاد السلالة. اللي بغى يرجع للدراسة رجع. المهم هذه هي خلاصتها، خلاصة هذه الدراسة. ودابا ملي شفنا مثلا هاد القراءة في هاد النتائج، نشوفوا الجبهة ديال عبد الخالق كلاب اش غادي يقول. تعرف ان فاس ومراكش راه كان فيها واحد العدد كثير من اليهود، المغاربه اليهود اللي هما مغاربه امازيغ اصلا، لان الناس فاهمينش هذه المسائل، تيتسحب لهم اليهود اللي كاينين في المغرب جايين من شي قنت واحد اخر، هو راه كان ولا هما امازيغ اعتنقوا اليهوديه قبل الاسلام. وشوف دابا التخراج العيني قال لك دراسه درت واحد الدراسه وكيخرج في عينيه، وقال لك الناس كيحساب ليهم، زعما هو راه وصل لدرجه ديال اليقين، قال لك الناس كيحساب ليهم ان اليهود جاوا من شي بلاصه. ايوا هي الدراسه الجينيه اللي مصدعين بها راسنا الاتباع ديالك. كنت خاصك دير الدراسه الجينيه نشوفوك انت فين، شكون انت. لكن خايف. علاش كتخاف من الدراسه الجينيه؟ علاش؟ لانك وصلتي لواحد الدرجه انك وليتي واقف على الروس ديالهم، الا عرفوك انك ماشي امازيغي يعني مشارك كل شيء. بينما احنا ماشي بحال اليهود، نحن لنا شرف ان ننتمي جينيا الى الامازيغ، ولكن ثقافيا ننتمي الى الامازيغ، ولنا تطلع الى المشرق، ولنا تاريخ في المشرق كما كان اجدادنا، ولنا مقدسات في المشرق. احنا ما كنعيشوش عقده ديال النقص. اي ندير دراسه جينيه نلقى راسي 100% امازيغي، في كاين المشكل؟ واش انا يهودي؟ لا، اليهودي هو الذي يربط تدينه ببني اسرائيل. ما كتفرقوش ما بين بني اسرائيل وبين اليهود وبين الصهاينه. راه شرف اليهودي والذي يقوم عليه هو ان ينتمي الى بني اسرائيل. شي مثلا نكون دابا هاد الدراسه الجينيه، واخا انني ما عنديش واحد اليقين في هاد الدراسات الجينيه اللي كيديروها اليهود وكيمولوها اليهود والمجله ديال اليهود وكلشي ديال اليهود، ولكن اليهود لهم مخططات يريدون اثبات انهم ينتمون الى المشرق بكل شرف. وانت كيبغيو يحيدوا لك الفكره ديال انك تنتمي الى المشرق. يقولك تقول نحن مغاربه فقط، ولكن هما ما يقولوش نحن مغاربه فقط. بحال داك اللي قال الصفحه ديال اليهود المغاربه واحد 10 ايام، قال لك علاش المغاربه يتطلعون دائما الى المشرق. ايوا حتى ديك التدوينه من كاتبه، ياك انت ملي كتفيق مع الصباح تتحسس واش اسرائيل باقا ولا ما باقاش. حلال عليكم حرام علينا، انتم تتطلعون الى المشرق ونحن نتطلع الى المشرق. وبنو اسرائيل خصكم تفرقوا بين هذه الامور هذه، راه منهم اليهود ومنهم النصارى ومنهم المسلمون. بنو إسرائيل. واليهودية راها دين، والصهيونية راها قومية، وفكرة القومية لا تقوم على الدين أساسا. راه كاين دابا الناس صهاينة في إسرائيل ما كيآمنوش بالله ولا بالتوراة ولا بموسى،
ولكنهم يؤمنون بالقومية، كما كتلقى في القومية العربية ناس ليسوا بالضرورة مسلمين ولا مؤمنين. خلاصة القول، حنا شنو الفكرة اللي بغينا نوصلوا؟ بغينا نوصلوا هذا التناقض الموجود في هذه القراءة التاريخية اليقينية عند هاد الأتباع ديال عبد الخالق كلاب وبين الدراسة الجينية. ها هو هنا قال لك عندي يقين تاريخي. متى نصدقك؟ متى نصدق قراءتك للتاريخ؟ هذا هو السؤال. ها الدراسة الجينية اش كتقول وانت اش كتقول؟ إذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.